السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم في قناتي ساعة قلبك مع ربك. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنتكلم عن موضوع ممكن يكون كلنا بنتعرض ليه أو بنمارسه من غير ما ناخد بالنا. يا ترى فكرنا قبل كده في المرة اللي كتبنا فيها تعليق ساخر، أو في المرة اللي شاركنا فيها بوست بيهين حد أو بينتقد شخص؟ ممكن في اللحظة دي نكون حاسين ان احنا مش بنعمل حاجة غلط، او ان احنا بندي رأينا في موضوع مثلا، او ممكن نكون مش شايفين ان في حاجة كبيرة في الموضوع، لكن الحقيقة ان ده ممكن يكون سبب في ذنوب كبيرة جدا احنا مش واخدين بالنا منها. النهاردة هنتكلم عن الغيبة والنميمة على السوشيال ميديا. حاجة كده ممكن تكون شائعة جدا من غير ما نلاحظ ولا ناخد بالنا. كتير مننا بيغلط فيها. خلونا نركز شوية لان الموضوع ده مش بسيط يا جماعة. اولا، ايه هي الغيبة؟ الغيبة باختصار كده هي ان انت تذكر اخاك بما يكره، سواء كان ده في حضوره او في غيابه. لكن في نوع من الغيبة مفيش حد فينا واخد باله منها، وهي الغيبة الالكترونية. ايوه، بقت غيبة الكترونية. يعني ايه؟ طيب، يعني لما تكتب بوست بتهاجم فيه حد مشهور مثلا او حد عادي، حتى لو كان كلامك صحيح، انت كده اغتبته. النبي صلى الله عليه قال لما اتسأل عن الغيبة: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. الشاهد في الموضوع يا جماعة إن الغيبة مش بس بالكلام، ممكن تبقى بفعل أو حتى بكتاب على الإنترنت. السوشيال ميديا بقى سهل عليها قوي الموضوع ده. دلوقتي بقت كل حاجة على السوشيال ميديا، رأي، انتقاد، معلومات شخصية عن الناس، كلها بقت قدامنا. وفي الوقت اللي كنا بنشوف فيه الأخبار على التلفزيون، دلوقتي كل واحد عنده القدرة إن يبني صورة عن الشخص التاني وينشرها. لكن في ناس مش واخدة بالها إن الكلام اللي بتكتبه ده ممكن يكون سبب في خراب بيوت، أو إنه يسبب فتنة ما بين الناس. عشان كده لو أنت شايف إن الشخص غلط، مفيش داعي إنك تفضحه قدام الناس. في الإسلام النبي صلى الله عليه بيقول: من ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة. يعني لو شفت حد غلط، أولى ليك إنك تستره بدل ما تتكلم عليه قدام الناس. طب إزاي يا جماعة نتجنب الغيبة على السوشيال ميديا؟ أول حاجة، قبل ما تكتب أي تعليق، اسأل نفسك: هل الكلام ده هيفيد الناس؟ هل هيسيب ضرر لأي شخص؟ لو الإجابة لأ، يبقى الأفضل تتجنب الكتابة. افضل حاجة انك تسكت. لو مش قادر تقول حاجة ايجابية، خلي لسانك ساكت. ركز على نفسك اكتر مش على غيرك. مش لازم تعرف كل حاجة عن الناس، ولا لازم تحلل تصرفاتهم. خليك مركز مع نفسك شوية. استغل السوشيال ميديا في نشر الخير. خلي صفحتك مليانة بالاشياء المفيدة، ايات قرآنية، ادعية، مواعظ، او حتى نصايح تساعد بيها الناس. لما تشوف حد غلط، ادعي له بدل ما تهاجمه، لان الدعاء في ظهر الغيب ليه ثواب عظيم جدا. وفي ناس ممكن تكون محتاجة دعوة منك اكتر من الكلام اللي بتقوله عنها. حاجة تانية ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها هي الغيبة عن نفسنا. يعني ايه؟ يعني لما نتكلم عن اخطائنا بشكل ساخر او نفضح عيوبنا قدام الناس، مش مفروض اننا دايما نعرض عيوبنا، لان ده بيكون غيبة، بس غيبة في حق نفسنا. فلو انت بتحاول تبين نفسك اضعف او اخطائك شوية قدام الناس عشان الناس يضحكوا، فكده انت مش بس بتأذي غيرك، لا ده كمان بتأذي نفسك. في اخر الموضوع يا جماعة، او في النهاية، السوشيال ميديا سلاح ذو حدين. ممكن نستخدمه في نشر الخير والدعوة والنصيحة، وفي نفس الوقت ممكن نستخدمه في نشر الغيبة والفتن ما بين الناس. خلي بالك ان كل تعليق وكل بوست بتكتبه لازم تفكر فيه قبل ما تنشره، لانه مش بس هيروح في الهوا، لا ده هيترجم لذنب او حسنة يوم القيامة. تذكروا دايما، اذا كنت مش قادر تقول كلام طيب او مفيد، بلاش تقول حاجة. يا رب نكون دايما من الذين يلتزمون بالستر وينشرون السلام، ويجنبوا انفسهم الوقوع في المعاصي حتى لو كانت على الانترنت. يا ريت تشيروا الفيديو ده مع اللي بتحبوه، يمكن يكون سبب في هداية او تنبيه لحد. وفي اخر حديثنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. واخر دعوانا ان الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.